أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم. إن شاء الله في الفيديو دوت هنتكلم عن اتحاد الكورة اللي طلع مش منحاز خالص، بالعكس ده طلع عنده نظرة ثاقبة وبعيدة. ونتكلم عن لعنة الزمالك وإيه حكاية لعنة الزمالك دي، وهو الوزير ما استقبلش الأهلي ليه في المطار بعد الإنجاز التاريخي اللي حققوه في كأس العالم للأندية. نبدأ باتحاد الكورة اللي طلع مش منحاز، بالعكس ده طلع عنده نظرة ثاقبة ونظرة بعيدة. ليه؟ عمل كل اللي الأهلي عايزه واللي مش عايزه، علشان ما فيش حد من الهالة الإعلامية الكبيرة التابعة للأهلي يعلق فشل الأهلي على شماعة اتحاد الكورة أو وزارة الشباب والرياضة أو الرابط. زيزو عايزينه يسافر معاكم، يسافر، ينتهي عقده يوم 5/6 ويسافر معاكم. المعسكر المنتخب هيأثر على لعيبة الأهلي، نلغي معسكر المنتخب، وكل حاجة توفرت للأهلي وراح قبل البطولة ب10 أيام. اتحاد الكورة عمل كده علشان يشتري نفسه من الهجوم عليه. السبب الأكبر في عدم صعود الأهلي لدور المجموعات في مجموعة سهلة وكانت في المتناول، والسبب في خسارة الأهلي 7.5 مليون دولار لو كان صعد للدور الثاني. احنا بنقول ان اتحاد الكرة طلع عنده حق في كل اللي عمله، علشان ما يديش فرصة لأي حد يعلق الفشل اللي حصل عليه. ده الوزير ما سلمش منهم وقالوا هو ما راحش يودع بعثة الأهلي ليه في المطار، هو ما بعتش برقية تهنئة ليه للأهلي بعد الأداء العظيم اللي عمله في مباراة انتر ميامي، رغم انه تعادل وكان ممكن يفوز 2 و3 و4 وكان ممكن يصعد للدور الثاني، ولكن ضيع مكسب كان في ايده. مش عارف ازاي نبعت برقية تهنئة لفريق اتعادل. نيجي بقى لعنة الزمالك. الزمالك لما اي فريق بيجي عليه بنلاحظ ان الفريق دوت بيصاب بلعنة. حتى في الدوري لما فريق يغلب الزمالك تلاقي المباراتين اللي بعد كده الفريق ده ينغلب بنتيجة كبيرة. لما امام عاشور راح الاهلي وكل الكلام والضجة اللي اثيرت عليه، كان اول بطولة يلعبها امام عاشور مع الاهلي السوبر الافريقي لو تفتكروا السنة اللي قبل اللي فاتت مع اتحاد العاصمة الجزائري، وكانوا رايحين واثقين ان هم هيجيبوا البطولة وهيجوا وهيفوزوا بيها وبفرق كبير. وإذ باتحاد العاصمة يا ولدي يتعادل ويكسب الأهلي بضربات جزاء، وتبقى صدمة كبيرة للأهلي ولإمام عاشور اللي كان مجهز نفسه ياخد أول بطولة مع الأهلي. وتعدي السنة وتيجي البطولة الثانية ويلعب الأهلي مع الزمالك في السوبر الأفريقي في السعودية برضه، ورايحين مجهزين نفسهم إن هم يغلبوا الزمالك بفرق سكور ويكسبوا الكاس، وناس طلعت تقول الزمالك المفروض ما يسافرش. وإذ بالزمالك يا ولدي يعمل مباراة رائعة يغلب الأهلي بضربات الجزاء وياخد منه السوبر الأفريقي. السنة دي يا ولداه يا دوب زيزو كلام والضجة اللي أثيرت على انتقاله للأهلي وعدم توقيعه للزمالك من شهر 1 اللي فات، إذ بالأهلي يا ولدي يخسر بطولة أفريقيا البطولة المفضلة لديه ويطلع من الدور قبل النهائي، وما ياخدش الا بطولة يتيمة وهي بطولة الدوري ومشكوك فيها، ولسه منتظرين حكم المحكمة في حقيته ولا حقية بيراميدز في البطولة. ويروح كأس العالم للأندية اللي من شهر 1 وبقالنا 6 شهور الدنيا قايمة، وكأن الأهلي الفريق الوحيد في الكون اللي راح كأس العالم للأندية، ورايحين علشان يعملوا إنجاز ويصعدوا إلى الأدوار النهائية وممكن يجيبوا كأس البطولة والأحلام الكبيرة اللي عيشوا الجماهير المسكينة فيها. ويروح إمام عاشور في أول 13 دقيقة يصاب ويطلع وما يلعبش في البطولة، والأهلي يخسر من بالميراس 2-0 ويتعادل مع بورتو المباراة الأخيرة، وكان ممكن يحقق إنجاز فوز 7-3، ولكن سبحان الله يتعادل الأهلي ويجي محتل المركز الأخير في المجموعة. فواضح إن الزمالك له لعنة بتصيب اللي يجي عليه وتخليه يخسر بطولة. وعلى ذكر الزمالك بقول لمجلس إدارة الزمالك انتظروا إشاعات ومشاكل ومؤامرات. الزمالك خد خطوة جبارة ومشي على خطى الأندية الكبيرة، الأندية الأوروبية اللي بتعين مدير رياضي فاهم وتديله كل الصلاحيات وعنده خبرة ويعمل طفرة في النادي ويجعله يحصل على البطولات. واحد هيقول الأهلي ما سبقه وهو جاب محمد رمضان وعينه مدير رياضي، أقول له صح، قنوات والمذيعين والمعلقين قعدوا يشيدوا بالتجربة وإن الأهلي عمل زي الأندية الأوروبية وعين مدير رياضي والأهلي على الطريق الصحيح، ولكن يدوب كم شهر وفشل تجربة وتمت إقالة محمد رمضان. فبقول لمجلس إدارة الزمالك انتوا بدأتوا أول خطوة على الطريق الصحيح، لو كملتوا بيها 2 الزمالك هيبقى أحسن نادي في إفريقيا
وهيبقى في مصاف الأندية الأوروبية. فيا ريت تنتبهوا للإشاعات والفتن والمؤامرات اللي هتدبر ليكم، ويحاولوا يوقعوا بينكم ويوقعوا أعداء مجلس الإدارة ببعضهم، ولجنة الكورة ولجنة التخطيط ورجال الأعمال وجون أدوار، علشان التجربة ما تنجحش. سيبوا جون أدوارد يشتغل وساعدوه، والناس رأيها يكون استشاري تقول رأيها، وكلهم كباتن كبار، ميدو أو حازم إمام أو عمرو الجنايني أو رجال الأعمال، كلهم ناس كبار ولا محتاجين شو إعلامي ولا محتاجين شهرة. فكل واحد يخدم الزمالك بإخلاص ويقول رأيه. خدوا بيه خير وبركة، ما خدوش بيه ما يزعلش ولا يترك منصبه ولا ياخد جنب، يكمل. وروح التعاون الجميلة وروح نكران الذات وحب النادي لو فضلت، الزمالك فعلا هيبقى في مصف الأندية الكبيرة، وهنشوف ثمارها السنة دي إن شاء الله، والزمالك هينافس على البطولات. ولكن التجربة ديت مش هيبان أثرها إلا بعد سنتين. الزمالك هيبني فريق السنة دي، هنشوف ثمارها بعد سنتين إن شاء الله، أي السنة بعد القادمة، بس يشتغلوا في هدوء وباحترافية كاملة. المدير الفني الجديد سواء جابوا نونو ألميدا أو جابوا غيره، لو جابوا نونو ألميدا أنا عارف إن هيطلع الناس يقول لك نونو ألميدا ده تجربته مع فاركو وفشل وما عملش ومش المدرب اللي بيلبي الطموحات. لا أبدا، نونو ألميدا مدرب كبير وعمل تجربة رائعة مع فاركو، وكان فاركو زي ما سمعنا من عمرو جمال، وعجبني جدا بشياكته وحياديته، انه ما قطعش في المدرب ولا قلل منه، بالعكس اشاد بيه وقال ان هو مدرب كبير جدا. وكلكم عارفين ان نونو ألميدا هو اشتغل مع فيريرا ومدرب كبير وخد خبرة كبيرة، وانا بعتقد ان هو زيه زي جوميز وما يقلش عنه. فانا بقول لكم لو اخترتوا نونو ألميدا هتسمعوا اصوات تقلل منه ومن قدراته وتهيج الجماهير عليه وعليكم، لكن نونو ألميدا مدرب كبير، ولو حصل الاختيار عليه يبقى الزمالك فعلا جاب مدير فني يستحق ان هو يقود الزمالك، وهيعمل طفرة معاه زي ما جوميز عمل طفرة مع الزمالك ان شاء الله. فسواء جابوا نونو ألميدا او جابوا مدرب تاني، لازم الناس تصبر وما تنساقش ورا الاصوات الهدامة اللي عاوزة تهد الزمالك، وصفحات حاطة شعار الزمالك ولابسين فانيلة الزمالك، لكنها لا تمت للزمالك بصلة، وإنما عايزة تهدم الزمالك. فلازم الكل ينتبه لكده، والناس تصبر عليهم وتسيبهم يشتغلوا. وبنوجه التهنئة لفريق الهلال السعودي اللي هزم باتشوكا فجر اليوم 2-0 وصعد لدور ال16، وهيقابل مانشستر سيتي إن شاء الله فجر الثلاثاء القادم. عندكم 4 أيام واستشفاء النهاردة، وبعدين نستعد ونجهز للمباراة الحاسمة مع مانشستر سيتي. وإنزاجي مدرب كبير قدر بسرعة يتأقلم مع اللعيبة ويعالج الأخطاء الدفاعية، وشفنا الهلال ما شاء الله أداء رائع وكلين شيت النهاردة وفي المباراة السابقة مع سالزبورغ. والعملاق ياسين بونو إن شاء الله يحافظ على شباكه في المباراة القادمة مع مانشستر سيتي، ويكون لهم حظ في الصعود لدور الثمانية إن شاء الله. وأنا بتوقع كده، لأن الهلال مش أقل من الأندية الأوروبية، ويقدر يعمل نتيجة مع مانشستر سيتي زي ما عمل مع ريال مدريد. فالهلال ممكن يلعب مباراة دفاعية لمباراة كبيرة زي ديت، عاوز يلعب بحذر دفاعي ويسيب الكرة ويسيب الاستحواذ لمانشستر سيتي. عنده دفاعه قوي، عنده ياسين بونو عملاق يقدر إن شاء الله يلعب على الهجمات المرتدة ويخطف جون أو 2. هذه المباريات تكسب ولا تلعب، مش عاوزين أداء، مش عاوزين لعب، عاوزين مكسب ونصعد لدور الثمانية إن شاء الله، ونحقق إنجاز ومزيد من التوفيق والإنجازات إن شاء الله للهلال السعودي، ممثل العرب الوحيد في بطولة العالم للأندية. وأشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.